single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. السلام عليكم ناس، كي دايرين؟ كنتمنى يا ربي تكونوا مزيانات. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيه الروتين ديالي. وفي الاخر غادي نشارك معكم واحد الصفوف صحي 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 بزاف وغتشكروني عليه وكيجي لذيذ. بالنسبه للبنات، هنا اول حاجه درتها اولا فقت بكري، قضيت الشقه ديالي على خاطري قبل ما يفيقوا بنياتي، ولكن قبل ما نقضي الشغال ديالي اول حاجه درتها هو انني صفيت هذا الزيت اللي كنت شاركته معكم. انا غادي نعاود نشاركه معكم دابا، اللي كيقوي الشعر وكيعالج الصلع، كينبت الفراغات ديال الشعر. هاد الخلطه هادي واعره بزاف، ولا هاد الوصفه هادي زوينه بزاف وغتشكروني عليها. بالنسبه للبنات، المكونات ديالها فيها الفلفله، غادي نديرو تقريبا واحد نص حبه ديال الفلفله، غادي نديرو هذيك 4 ديال الفصوص ديال الثومه، والثومه من الاحسن تكون حمراء، غادي نديرو ورق سيدنا موسى، غير معلقه صغيره ديال هذا الريحان، معلقه صغيره ديال الزعتر، ومعلقه صغيره ديال الازير. غادي نحتاجو واحد 7 ديال الحبات ديال القرنفل، وغادي نحتاجو واحد نصف ملعقه ديال السانوج اولا الحبه السوداء. نجمعوا المكونات كاملين، نديروهم في قريعه ديال الزاج ونحصدوا ديك القريعه ونديروها في الماء غليان بلا ما يبرد لينا داك الماء، ومن بعد نخزنوها في شي بلاصه اللي تكون مظلمه من 10 ايام حتى ل 15 يوم، ونبداو نستعملوها مره حتى مرتين في الاسبوع. غير جربوا الوصفه على ضمانتي. صفيت هاد الزويته ودرتها على شعري، ومن بعد ما غنشقى غنندوش. جربوا هذا البرودوي، هذا راه ديال بيم، عرفتوا البنات كيخلي لافابو راه كيبري وكلشي كيبان لكم. وريتكم قبيله البنات لافابو بانه كان كله منقط من بعد ما غسلتو به، وساهل غير كترشوا على لافابو ديالكم كامل ومن بعد كدوزوا عليه، راه كيخليه كيلمع. برودوي غزاله البنات، غير جربوه.
هنا غادي نشارك معكم واحد الصفوف اللي كيجي لذيذ وصحي. الناس اللي فيهم السكر، الناس اللي كيعانيو من جرثومه المعده، الناس اللي عندهم بومزوي، المهم الناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن، اي واحد بغى يتخلص من سموم الذات يجرب هاد الصفوف هذا، راه زوين بزاف. بالنسبه للمكونات هنا درت كيلو ديال الدقيق ديال الشعير اللي غربلته بالغربال الرقيق. هنا درت واحد الكاس ديال اللوز اللي غادي نسلقو في فميها، ومن بعد غندهنو بشويه ديال الزيت وندخلو الفران وغيتحمر تما في الفران، اولا غنقليه في الفران. هنا غادي ندير كيلو ونص ديال الزنجلان البلدي، غادي ندير نص كيلو هنا ديال الكاوكاو اللي غيكون عادي، ونص كيلو كاوكاو هذا البلدي، يعني نص كيلو رومي ونص كيلو بلدي. غندير كيلو ديال اللوز، هنا نص كيلو ديال ايلان اللي صراحه حتى هو مفيد بزاف ودخلوا بحثوا عليه. هنا غادي ندير زريعه الكتان، وايضا كاين نافع وحبه حلاوه. زريعه الكتان 10 دراهم، نافع حبه حلاوه 5 دراهم 5 دراهم، ولكن انا غندير تقريبا واحد 3 المعالق كبار هادشي الا قويت. وغادي نحتاج ايضا العسل الحر باش نتفاداو حنايا السكر. وغادي نديرو ايضا بزيت الزيتون، ولكن ما غاديش نحتاج زيت زيتون، انا غنوريكم الطريقه. هنا البنات انا غادي نبدا نطحن معاكم. اول حاجه بالنسبه للزنجلان ولا بالنسبه كاع المكونات شنو كندير؟ شويه كنطحنو كنضعقو مزيان حتى كيولي كيطلق داك الزيت ديالو، يعني ممكن حتى دهنيه راه يتدهن، يعني كيتطلق مزيان. الاخر البنات اللي كيبقى يعني بحال نقولوا نصو كيمشي هكاك، ونصو غادي نقسموا عليها جوج، شويه غادي يجي هكا مفرشش يعني تيكون ما صحيح ما مطحون مزيان، وشويه غادي نخليوه هكاك يعني غنرميوه هكاك حبات. هانتوما البنات كيفاش كيولي بحال اللي كيطلق الزيت ديالو، باش ملي كتبغي تخدمي الصفوف ديالك ما كتحتاجيش له الزيت بزاف، يعني داغي كيتجمع معك الصفوف. صافي غنمشي بهاد الطريقه هادي كاع المكونات اللي عندي، سواء اللوز سواء كاوكاو سواء زنجلان، شي غيتطحن مزيان وشي غنهرمشو، وهذاك اللي غيتطحن غنطحنو حتى غيطلق لينا الزيت. هنا غادي نكمل معكم المكونات الاخرى من بعد ما خلطت هذا الشيء هذا ولا ضفت حاجه على حاجه، اللي هو النافع حبه حلاوه، وكما قلت لكم زريعه الكتان. هنا غادي نحتاجو النبق والصلغوه. بالنسبه للنبق والصلغوه طحنوهم نتوما في الدار الا عندكم الماكينه يعني كطحن مزيان، ما عندكمش طحنوهم على برا في حالي انا طحنتهم هكا على برا، وزيدوا غربلوهم باش يجيكم هكا رطبين. صافي وغادي تزيدوهم هنايا على حساب نتي شحال بغيتي. زيدي 4 المعالق كبار من كل حاجه. بالنسبه للنافع حبه حلاوه زيدي كثر اللي بغيتي. ملي تخلطي كلشي هنايا البنات هنا صورت معكم الفيديو كامل، ولكن نقصوا ليا هنا ملي زدت العسل ومني زدت هكا الزيت البلديه. بالنسبه للبنات العسل احتاجيت انايا يطرو لارب ديال العسل الحره. بالنسبه للزيت 2 كيسان ونص ديال الزيت البلديه. بالنسبه لبنات الحلاوه ديالو جات مزيانه، هذاك يطرو لارب فكان كافي انه يحلي لي الصفوف، وهذوك 2 كيسان ونص ديال الزيت البلديه كانت كافيه انه تجمع لي الصفوف ويجي بحال هكا. راه جا معلك وجا لذيذ 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 بزاف، غير جربوه على حسابي وصحي كما قلت لكم وكيعالج الجسم من السموم. كنتمنى يا ربي الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتستافدوا مني ولو حاجه قليله. دمتم في رعايه الرحمن، نشوفكم فيديو جاي، بسلام عليكم.